السلام عليكم الاخوان الاخوات، سلام الله عليكم اجمعين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هيهات انتم هيهات. اذا الناس اللي كيقول لك ان هذا الشيء راه الفقر ما كاينش في المدن، كاينه في الجبال، ياك شوفي معايا. الله يخليكم، انا غير اكدوا لي واش المجتمع المغربي عايش هاني وهذاك ما خاصو حتى شي خير؟ واش مستوعبين نسبة الغلاء اللي وصلنا لها؟ واش مستوعبين ان البطاطا اللي بنادم النهار اللي ما تيلقى ما يدير تياخذ بطاطا تيغلب عليها؟ واش مستوعبين ان البطاطا دايره 12 درهم؟ واش قادين تشريو مطيشه ب 10 دراهم؟ واش قادين تاخذوا البسطه؟ واش قادين تشريو الدجاج ب 20 22 درهم؟ انا ما فهمتش هذا السكوت اللي حنا فيه. واش ما نقدروش مثلا نديروا هاشتاغ، نديروا فيديوهات يوصل صوتنا؟ واش ما كاينش اللي يسمعنا؟ ولا الناس ما كتشريش؟ انا ما قاداش نستوعب. انا راه مثلا ولينا كنخرجوا 100 درهم راه ما تقدر تجيب بها حتى شي حاجه. انا حدايا واحد المارشي كنت كنشوف الناس كيدوزوا بالقفاف، حاليا غادي كل واحد بواحد الميكا فيها جوج مطيشات بصله وغادا كتشير. يعني الانسان ولا كياخذ يشري الوجبه اللي غيتغدى ياكل ديك الساعه. نفهم مع من نقدروا نهضروا، مع من نقدروا على من نقدروا نشكيو. واش متخيلين هذا الوضع اللي حنا فيه؟ راه لا يعقل زعما هذا المستوى اللي وصلنا ليه. راه الانسان ما بقاش كيدوز ال5 ايام الاولى هذا الشيء غير اللي خدام. اما اللي خدامش مسكين وطالب معاش وكيتقاتل على 50 درهم 60 درهم للنهار راه ما كايناش. راه ما يمكنش. انا تنسول حتى فين هما داك الصحفيين، فين هما لي زانفلونسوز، فين هما هاد اليوتيوبرز؟ وحنا نبقاو مقابلين غير المعاطي. فاهمين، حنا فاهمين غتجي عندنا الدوله غتقول لنا حكا راه التضخم ما كايناش حتى بزاف، ولكن راه ما يمكنش ما كاينش. راه الدوله خاصها تلقى لنا حنا حلول، ماشي مني ما كاينش الحلول. فين ما يلقى شي مشكل نقولوا راه زيد. ولكن راه الدوله اللي خاصها تعاون شويه. راه حنا الناس السميك راه يلاه عندنا 2957 ولا ما نعرفش شحال، ما وصلش 3000 درهم. ولكن حتى 3000 درهم شنو ممكن تعيشك؟ شنو ممكن دير لك؟ هز غير 200 درهم ودخل للمارشي، دخل للسوق وشوف شنو تقدر تجيب لك، شحال تقدر تدوز لك. راه زعما الله غالب بزاف هادشي، الله غالب. زعما هذا هو الجهد. الشعب المغربي والضعيف المغربي راه تقهر، والله الا تقهرنا. راه حنا تنتقاتلوا مع الوقت وكنخدموا ونحاولوا نديروا وتقهرنا يعينا. ما حساك ملي كتجلس مع شي واحد مسكين طالب معاشو راه هذا الله. راه الناس اللي تغدات راه ما كتعشاش. هادشي ملي تنقول لك الغدا راه بحال كنشبعوا باش غير باش ما يجيكش الجوع، غير باش تعيش. اما الفواكه ونقلبوا على اغذيه صحيه وما صحيه داكشي نسيناه. ما بقيناش حتى شنو كنتشهاو، ما بقيناش كناخذوا شنو كنتشهاو، ولينا كناخذوا باش نعيش ونبقاو حيين غير باش تشبع كرشك فقط. انا راه شفت ناس دري صغير عنده مسكين 6 شهور دايرين له اتاي في الرضاعه حتى الحليب ما قادينش يشريو. راعيو شويه راه حيت وصلنا لواحد النيفو ما بقيناش قادين. هيا اخت مغربيه، الفيديو ديال اليوم هذه تقريبا 4 سوايع عنده. السيده قالت داكشي اللي كيوقع، مغاربه وصلت فيهم الزداكداك. تخيل معايا الانسان اللي خدام، يعني عنده رزقه خدام يعني مرسم او ما مرسمش، المهم حكومه ديال وما واصلش ما قادرش كيموت. فاللي ما عندوش شنو كيوقع ليه؟ اللي ما عندوش لي مطحون، هاك اللي ما عنده لا بطاقه لا وطنيه، شنو ياكل شنو يدير؟ ما كاينش كاع اللي يدها فيه. نزيد نبين لكم الواقع المغربي اللي الناس كتكذب. لا كتجيب الجبال، كتجيب شي ديال الجبال. ها هو هاد خينا هذا، شوفوا معايا. هذا الوليد عندنا مريض وكنترزق به الله. ولا عندي ديك الكروسه هو مشدوها ليا ما غاديش فين غنمشي. كون البادره الدنيا هانيه. شوف الدري ما فيه مرت واحد، هو هذا هو دوني كروسه وكنترزق به الله وكاري عندي 3 نفوس ما غاديش فين غنمشي والو. كندير شي حاجه اخرى غنديرها. علاش كيديروا لكم هاد الكروسه؟ السبب اللي كنترزقوا كاين دري صغار منك كيديروا المشاكل، ولكن حنا كنترزقوا به الله. شو الحاله كيدايرك تبين لكم بس ما كنديروش الصداع حتى شي مشاكل والو. كنمشي بشويه كنمشي بشويه. هذا الدري مريض هو فين مرت واحد كيطلب لنا في الباشا وكلشي والو. غنمشيو مع كل البديل فين غنمشيو نخدموا. ما كاين لا بديل لا شي حاجه والو. كنرسل غدا من غدا تقول لي غدا شي نخدم غنمشي نخدم ما كاينش البديل. وفي ناس صغار هذا هو المشكل. هو هذا انا عييت راه من الصباح وانا كنبكي كنطلب في الباشا وكلشي والداري وكلشي والو. قال لي غاسكوش هاسكوش والو. قال لي كروسه ما غاتخرج من عاود لشي حاجه. قال لي صافي اخر انطاق يصير بحال حيدوا له الكرويله، حيدوا له الحمار ولا البغل، حيدوا له كلشي. واش يخدم؟
ما قريتوه ما وعيتوه ما درتو له ديبلوم ما خدمتو ما مكلف ما مهتمينش بيه نهائيا. انا عارف في البدايه الفيديو قلت لكم غادي في البوست قلت لنا غادي ندير واحد المقارنه ما بين هذه وهذه ياك انا مقارنه، ولكن بلاتي نوريكم الاكtualisation نوريكم اليوم شنو واقع في المغرب. علاش غنهضر انا؟ شوفوا نتوما بالنسبه للمطيشه راه تيديها الدرويش بزاف. كاين واحد مسكين ما خدامش وما دايرش تيقول نمشي نديها لوليداتي مطيشه والبيض. دابا المطيشه راه وصلت الثمن ديال الكاكي ولافوكا. المطيشه راه دايره دابا في السوق حاليا دايره 300 320 340 باش كتسقط. دابا حاليا في الجمله راه دايره 280 270 ريال جمله من عنده. انت تشوفوا قدامك دابا جايبين جوج صنادق ب 14000 هما قدام. تتقول له واحد 300 تيهرب عليك. ما بقاوش باغينا تيقول لك نمشي ندي انا نص كيلو ديال اللحم ناكل انا ووليداتي. والخضره حتى هي راه بطاطا حتى هي راه 110 120 100 الجمله في المارشي. السقط تيسقط 140 160 150. اخويا الخضره صبحه شاعله كلها غاليه اخويا كلها غاليه. القرعه كانت دايره 30 ريال ولا دايره حتى هي 400. بطاطا غاليه 240 بصله 260 مطيشه ولا دايره 300 اللحم دايره 2000 الكيلو. ايوا اخويا نتمناو القضيه تعاود شويه ان شاء الله. السلعه غاليه نقول لك كلشي غالي. بطاطا دايره 120 جمله ماتشا دايره 7600 كاين اللي تيقول 8000 خيزو 2400 2200 عندك الفوته تا هما 2400 كلشي غالي. القرعه الخضراء كنا تنديوها ب 600 الصندوق 400 ولات طالعه ب 7000 ريال تسقات 300 و 300 والله ها العار تخرجي ها العار. وبنادم موظف تيجي عندك بالطوموبيله تقول لي ماتشا 300 تقول لك والله ما ندير انا الخضره ما نديش مطيشه ندير ماتشا ندير حق مطيشه احسن لي انا. صافي راه بنادم مقصح الوكال وهذاك اللي تيشري تا هو مقصح. كان تيعمر ب 60000 تا ولا تيعمر ب 180000 160000. راه بطاطا 10 صاغ بطاطا شحال قاتلين 10 صاغ بطاطا قاتلين 68000. راه 10 صاغ بطاطا كنا تنديوهم حنا ب 26000 24000 كاع هاد جهدنا نخلصوا فيهم 30000. كلشي غالي بالخضار راه يا كلشي غالي ما عندك ما دير. ايش بطاطا بشحال 240 200 هي 5 دراهم على 5 دراهم هي 10 دراهم وجوج دراهم 240 لان 20 هي درهم و20 هي درهم. اذا عندنا 12 درهم بطاطا ب 12 درهم. الدوله اللي عندها الاراضي كثيره الملايين ديال الهكتارات والسمات ديال الفوسفات خلي الكوبالت اللي كيديروا بالباتري وكذا لا الفقر ما عندناش والله غالب. وفين فلوسنا الله اعلم. دابا نوريكم بعدا كاين حيت غتولي ديك السيده غتقلب على الفيديوهات تلقى جديد غادي تندب ياك غتقولي ثاني داك خينا خضار السيد حيدو قربان تكذب. واخا نوريكم واحد ما غاديش تقدروا تلفوا عليه وديما كيبين الحقائق. معنا دكتور عزيز غالي. شوف معايا الزحامات على هذا السجل الاجتماعي. شوف الزحامات كيفاش كاين في المقاطعات كيفاش كتفسر هذا الزحام هذا بهذه الطريقه هذه. اظن عاوتاني هذا بحال داك الشيء ديال النساء اللي شفنا بالقصيري هذه معممه على كاع على الاقل الجهه ديال الرباط اللي بدا فيها السجل الاجتماعي. علاش؟ لان كيكذبوا على الناس. مع الاسف عندنا حكومه كتكذب. هذا التسجيل شي يقولوا للناس تيقول لهم اجيو تسجلوا غادي تبقاو تاخذوا الدعم ديال 1000 درهم ولا غتاخذوا الدعم باش نعطيوكم الديور. مجموعه ديال الناس اللي كتلاقاهم هادو اللي واقفين في الصف كتسولهم تيقول لك جيت نتسجل باش ناخذ 1000 درهم في الشهر او لا كيقول لك جيت نتسجل لان كيفرقوا الديور. وهذا فقط كذوب ووهم كيبيعوه للمغاربه. كاين لا ديور كاين لا ديور 1000 درهم. اللي كاين هنا كاين الدوله من بعد يمكن نهضروا في لي بلوز دو ديتاي ديال السجل الاجتماعي لان السجل الاجتماعي هذا من احدى الاملاءات ديال البنك الدولي. وبين قوسين يلاه الاسبوع اللي فات مشاو ممثلي البنك الدولي من المغرب وكانت التوصيه ديالهم كانت واضحه التخلي على ما هو اجتماعي واتجاه الذهاب الى التقشف. هذا السجل الاجتماعي ولا هذا شنو الهدف ديالو؟ الهدف ديالو هي نحاولوا ما امكن نحصروا العدد ديال الفقراء في المغرب باش غادي نعطيهم واحد الدعم مادي. هذا الدعم المالي شنو هو؟ هي في 2023 غنعطيهم 400 درهم، في 2024 غنعطيهم 600 درهم، وفي 2025 800 درهم، وفي 26 غادي نلحقوا 1000 درهم لبعض الحالات فقط ماشي لكل شيء. باش تستافد من هذا الدعم خصك تكون بصح ما عندك والو
وهذه التجربه ديال السجل الاجتماعي ماشي فقط المغرب بوحده اللي فيها، دارت في مجموعه من الدول، دارت في الشيلي، دارت في اندونيسيا، ودارت في الطوغو. المشكله اللي كاينه انها تفقر الناس، لان فاش كيصاوبوا لك هذا السجل الاجتماعي كيبدا معاك من شنو عندك، كيحسب لك حتى الروبينيات اللي عندك في الدار، واش ولادك كينعسوا في بيت واحد ولا كينعسوا كل واحد في بيت، واش عندك الدص ولا عندك الرمل في الدار، وكيبقى يحيد 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 باش غيلقى واحد الفئه صغيره اللي غيعطيها الدعم ديال 400 درهم ويقول لي دبر راسك عيش بها كما بغيتي. ثانيا هاد لا بوليتيك دو سيبلاج اللي دابا الحكومه كتهضر، الدراسات اللي دارت على الصعيد الدولي عندك 40% ديال الساكنه الفقراء كيتم الاقصاء ديالهم، لان صعيب انك تحصر بالفعل العدد ديال الفقراء. ثانيا ما محتاجينش الاحصاء، في الاحداث فاش جات الجائحه ديال كورونا لقينا تقريبا 26 مليون ديال المغاربه اللي كيقلبوا على الدعم، اذا عندنا 26 مليون ديال المغاربه فقراء. ثانيا فاش كنهضر على الدعم ديال 400 درهم، اشنو كتمثل 400 درهم بالنسبه للعائله فيها جوج الناس ولا ثلاثه ديال الناس مده شهر كامل، بالمقابل غادي نحيد الدعم على بزاف ديال الحوايج. اذا هاد الصور لا الفيديو ولا الصور كنظن باللي يمكن نقولوا هما العناوين الكبرى ديال المغرب، مغرب الفقراء كامل للاسف. كنهضروا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخيل معايا أسرة ياك ب 40 أورو في الشهر، أنا كنحرق 100 الأورو في الليلة، كنمشي نتعشى أنا يعني أنا ومعايا العائلة جوج الناس ثلاثة، بعض المرات تقدر نكون 3 4 250 السبت ولا الجمعة ولا حد ملي كنخرج ملي كنخرجوا خلي الدار كحالها ساهل، حيت التقضية حنا كنمشي نخسر انايا في الحوت وفي الماكله وهادي ودير هادي ودي سير روينه كناكل حتى كنتفرقع نخسر 150 250 على حساب كل بلاصه. ثاني بلاصه كاينه كلاس كذا، واحد مسكين 40 أورو خصو يتقاتل معاها شهر وما شغلناش. وشكون قال هاد القضيه دي؟ السجل الاجتماعي فرضته لنا حنا الكبار الناس اللي غيعطينا اش يعطيونا حنا هذاك البنك الدولي ولا ما نعرفش كيقول ليه ياك ديال الدعم اللي كيعطيو، شكون ياخذوا؟ ما غاديش تاخذوا انت ولا انا، على هما واخا نقولوا حنا سيدي يعطونا نقول مثلا 2 مليار قسمها على 26 مليون ديال الفقراء، مليار واحد قسموا على 26 مليون مغربي، اكيد غادي يشهد الخير. ولكن ما كتمشيش عندنا حنا، كتعطى للمالك كيمشي يديهم بنما وسويسرا، حيت حنا بلا دعم بلا والو عندنا رزقنا اللي ما كناكلوش. غتقول لي الملك ياخذ القروض سنين بحال باك ياخذ الفلوس من العالم، خلي اللي كياخذ الافارقه مساكن وكل مغدور بهم، خلي الفوسفات، خلي الحوت، خلي كلشي كيبيعوه باقل الثمن وكيعطي الرشوه للبرلمان الاوروبي. دابا هادشي كامل كياخذوا كيقول لك ودي غادي ناخذوا باسم الشعب، كياخذ الكريدي باسم الشعب، ولكن كيخسروا على الشعب لا. كناكلوه لا، كيبان علينا لا، خسرتي في البنيه التحتيه لا، درتي السبيطارات لا، جامعات لا، شنو درتي؟ ما تسولونيش، انا ملك ندير اللي بغيت وما علاه انا دار القضيه في الربيع العربي على 20 فبراير درتها هكاك، لان المال والسلطه مصيبه، وزيد واحد بيزنس مال كيعمر وكيطلع، الشعب كيموت وكيطلع، يعني نلقاو عليها نتبعوه ترولت فيك الوقيته. ولكن جاب الخريان مسكين اللي كياخذ 7 مليون في الشهر، شوف العدل ديال بصح المسلم ديال بصح، هذا ما مسلمين ما والو. اذا واخا كنظن كلشي فهمتوه، 40 أورو في الشهر ياك من ال 25 بقى يتخلص، شي غياخذ 60 أورو، شي غادي ياخذ لا ياخذ 100 الأورو. شوف محال. المهم غادي يحلبوكم يا المغاربه، واكيد تستحقون الخريشه لانكم كتعبدوا بنادم، وربي كيزيد يسحقكم. السحق كيدمركم الله سبحانه وتعالى وكيزيد حنكم، وانتم كتقولوا عاش الملك عاش الملك. ندخلوا في المعقول، نشوفوا الجزائر ما بين المواد. هذا مغربي ماشي هذا، بغيت نعطيكم واحد التفصيل صغير، باقي ما دققناش وباقي ما جبدناش المصران، غنعطيكم انا غير الخلاصه، شي حاجه صغيره باش الخرياسيد الليله دي بات هو كيقول كيفاش الجزائر والمغرب ياك في المواد الاساسيه. شوفوا معايا، يعني عندهم الحليب مدعم كيساوي تقريبا 1.25 اي درهم ونص. ندوزو ثاني للغاز او البوطه اللي هي ضروريه، يعني حتى هي ماده استهلاكيه. فبالنسبه للمغرب بوطه كبيره كدير تقريبا 40 درهم، اما في الجزائر فبوطه كبيره كدير تقريبا 10 دراهم. زيت المائده في المغرب 5 اطرو كدير تقريبا 118 درهم، اما في الجزائر 5 اطرو ديال زيت المائده كدير 32 درهم.
1 لتر ديال زيت الزيتون في المغرب او زيت العود فكدير تقريبا 61 درهم في المغرب، اما في الجزائر 1 لتر كدير تقريبا 13 درهم. ندوزو ثانيا بالنسبه للدقيق في المغرب فتقريبا 10 كيلو كدير 48 درهم، اما في الجزائر فعندهم دقيق 25 كيلو كيدير تقريبا 29 درهم او 30 درهم. من بعد ندوزو للسكر، يعني سنيده 1 كيلو هادو تقريبا يعني راه بحال في المغرب كدير 6 دراهم، وفي الجزائر 1 كيلو ديال هاد السكر سنيده كدير 6 دراهم ونص. بالنسبه للبيض في المغرب ف 30 بيضه كدير تقريبا 30 درهم او 26 درهم على حساب كل مره. في الجزائر 30 بيضه كدير تقريبا 17 درهم ونص، يعني نقولوا واحد 18 درهم. من بعد نجيو نشوفوا يعني اللوبيا في المغرب كدير 29 درهم، في الجزائر كدير 12 درهم. بالنسبه للعدس كيدير في المغرب 25 درهم، في الجزائر كيدير 12 درهم. الحمص كذلك كيدير في المغرب 17 درهم وفي الجزائر كيدير 16 درهم. بالنسبه للروز في المغرب كيدير 14 درهم الكيلو، اما بالنسبه للروز في الجزائر يعني ذو جوده عاليه كيدير تقريبا 6 دراهم، وكاين عندهم يعني الروز اللي كيدير 3 دراهم او 4 دراهم. وبالنسبه للمقارونيه في المغرب كدير 12 درهم، في الجزائر كدير 4 دراهم. سباغيتي في المغرب كدير 19 درهم، في الجزائر عندهم يعني العجائن كامله بما فيها المقارونيه وسباغيتي والمحيمصه والشعريه كدير 3 دراهم او 4 دراهم. سميده ديال الكسكس كدير في المغرب 10 دراهم، في الجزائر سميده ديال الكسكس كدير 7 دراهم. وبالنسبه للطماطم ديال الحك او مطيشه ديال الحك 800 غرام في المغرب كدير 18 درهم، في الجزائر كدير 12 درهم. من بعد الباكيه ديال الفرماج ديال 16 حبه كدير في المغرب 16 درهم، اما في الجزائر كدير 9 دراهم. بالنسبه للطون المعلب او دوك العلب ديال الطون يعني دوك اللي مدورين 3 العلب في المغرب كيديروا 35 درهم، في الجزائر كيديروا 11 درهم. بالنسبه للسميد في المغرب 5 كيلو كيدير 51 درهم، وبالنسبه للجزائر كيدير 17 درهم. الحليب ذو جوده عاليه في المغرب كيدير 10 دراهم، وفي الجزائر كيدير 5 دراهم. ندوزو ثاني بالنسبه للمايونيز في المغرب كدير 25 درهم، المايونيز في الجزائر كدير تقريبا 25 درهم. وبالنسبه للحليب ديال الاطفال يعني داك الحك ديال الحليب كيدير 95 درهم في المغرب، اما بالنسبه للجزائر فكيدير 37 درهم. بالنسبه ثاني للحليب الجاف 1 كيلوغرام في المغرب كيدير تقريبا 120 درهم او اكثر، في الجزائر كيدير تقريبا 27 درهم. قرعه ديال الماء المعدني في المغرب 1 لتر كدير تقريبا 5 دراهم او 6 دراهم، في الجزائر كدير تقريبا درهم ونص يعني 30 ريال. السكر هو اللي بان لي شويه دايرك السكر علاش يا ربي. ما عرفت شنو غادي نقول دابا. حنا شفنا غير الخلاصه، ما شناش عمقناش وما شناش اليوتيوبرز المغاربه كاين تمايا. سبحانك يا ربي وانت ربي، هذه معروفه، سبحانك يا ربي وانت ربي. مع اني ما نقول انا اش غنقول، ولكن الخرياشي ما بغاش يهدي الله. اش غندير لنا نقول له فيق نقول له فيق. واخا هادشي كامل اللي وقع فكرني بواحد السكيتش صغيور صراحه شبه مضحك عنده علاقه بميمي. شوفوا معايا. عاش الملك ديالنا حفظه الله ورعاه. عاش الملك. مالك واش من مالك هذاك امسيس هذاك مالك؟ لا الملك ديالنا صراحه اليهود جاو لبلادكم سخنوا طبعتهم هم زدوا لكم الديور تاعكم بيهم بالقش بالجلابه وانتم بقاو حركين ذاك الطرف حركي. شو مالك حركي ذاك الطرف حركي ميمي حركي ذاك الطرف حركي المهم قبل ما نمشي نخليكم واحد السيد راه تاب. قلت لكم راه الخريشه كيتوبوا والله الا بداو كيتوبوا بزاف تابوا لله. وماشي عيب الانسان كيتوب. كيقول ودي كنت كافر كنت كنعبد انسان كنقول له ها وانا مرونه. خليكم مع الاكس عياشي اكس عياشي تاب. ادعيو معاه وقولوا له مبروك وقولوا له اللي بغيتو. خليو تعليقاتكم ما كديروش لايك اصاحبي والله الا دير لايك اصاحبي باش الفيديو يمشي يلا باش خوك الخرياشي تا هو مسكين يشوف ويعين ويعرف شنو كاين. راه كيضحكوا عليهم وانا عرفت انت عارف ولكن القرعه. اذا تحياتي جميع الاخوان والاخوات نخليكم مع الفيديو. وانا من البلدي وانا من البلدي. شوفوا انا ما بقيتش عياشي وما باقيش نقول عشا الملك، ما باقيش نعاود نقول عشا الملك. الملك عايش انا راني ما عايش ما والو. انت شوفها قبيله السنيدقه الا ما مشيتش مع السوق مع الصباح نضرب الكرفيو ونضرب التماره راه ما كاينش غادي يعقل عليا.
والله العظيم والله ما لقاو ديك الوليدات ما ياكلوا، تسال الوليدات غير ما يلقاو ما ياكلوا. ياك وهذه هي المرجمه السلطات خدمت المساعده ما عندي ما ندير بها، هي ما عندي ما ندير بها، هي ما عندي ما ندير بها. الملك راه عايش، انا اللي ما عايش ما والو. الا ما مشيتش مع السوق نضرب سماره مع الصباح راه والو، هذا حيد عليه.